يا جماعة الصينية الترند اللي عاملة قلبان على اليوتيوب. يلا نشوف مع بعض الصينية التحفة دي، هتعجبكم جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها بعد الفيديو ده وتعملوها بنفس الطريقة، هتطلع معاكم ناجحة وهتاكلوا صوابعكم وراها ان شاء الله. حلوة جدا جدا. وما تنسيش لو عجبك الفيديو اشتركي في القناة وفعل الجرس على الكل، عشان كل ما اعمل فيديو جديد ان شاء الله يوصلك اشعار بيه. يلا نبدأ الفيديو ونصلي على الحبيب المصطفى ونسمي بالله. يلا كده نبدأ بمكونات الصينية بتاعتنا اللذيذة الجميلة. هنبتدي ان احنا نجيب قرنبيطة كده صغيرة، وهبتدي انضف منها العروق اللي هي الخضرة اللي بتكون فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبتدي كمان ان اقطعها قطع صغيرة، يعني هبتدي ان انا اقطع كل زهرة او كل وردة لوحدها زي ما انتوا ما شايفين بالمنظر ده، كالطريقة المعتادة اللي احنا بننضف بيها القرنبيط بتاعنا. الصينية دي بصوا جامدة جامدة بطريقة مش طبيعية. انسي بقى موضوع التحمير القرنبيط والحاجات دي، والله دي هتطلع في منتهى الجمال. وانتوا قبل كده جربتوا معايا في القناة بتاعتي، انا كنت عاملة وصفتين في فيديو واحد عن القرنبيط، وما شاء الله نالت اعجابكم. يلا كمان جربوا كمان الفكرة دي، هتعجبكم جدا جدا. بص انا ابتدي بقى انضف القرنبيط بتاعنا، اشيل القشور بتاعته اللي هي بتكون عليها على الجذور بتاعتها بالمنظر ده، واخدها بقى في البوله بتاعتنا وهبتدي ان انا اغسلها كويس. ويلا في ميه تكون بتغلي وهنزل فيها حبه من الملح، وكمان هنزل فيها معلقه صغيره من الكمون. حلو جدا الكمون في الحاجات دي، بتبقى ممتازه جدا. نزلت الكمون اهو، هبتدي بقى انا انزل القرنبيط بتاعنا بالمنظر ده. يبتدي بقى ان هو يغلي معايا ويتسلق معايا كويس جدا، ما هريش القرنبيط يعني ما سيبوهوش فترة طويلة كده على النار، يعني مجرد ان هو يستوي بس خلاص حلو جدا. ابتدي ان انا اطلعه من المية بتاعته واصفيه. في المرحلة دي انا سلقت عندي الكمية دي من البطاطس، انا عايزة البطاطس نفس كمية القرنبيط. يعني انتي اعملي كده معادلة كده بالنظرية كده، يعني شوفي الكمية القرنبيط بتاعتك قد ايه تكون قدها بالظبط البطاطس دي. بطاطس انا سلقاها ومقشراها، وهبتدي اهرسها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهرسها كويس جدا، اتاكد ان كل حبايه منها اتهرست كويس، اعيد عليها مره واتنين وتلاته. انا عايزه البطاطس بتاعتي تبقى ناعمه جدا. ده يلا بقى نبتدي بقى التركيبه الثالثه بتاعت الصينيه بتاعتنا. هحط في الحله بتاعتي كميه بسيطه كده من الزيت على معلقه من الزيت ده، واخليها ان هي تبتدي تسخن معايا شويه. هنزل معاها الدقيق بتاعنا، هحط معايا 5 معالق من الدقيق. انا هنا ببتدي ان انا اعمل البشاميل بتاع الصينيه بتاعتنا. انا مش عايزه بشاميل كتير، انا مش هعمل طبقه تكون سميكه، طبقه تكون خفيفه جدا. هقول لكم تركيبه الصينيه ازاي، بس كملي الفيديو معايا للاخر وما تفوتيش ولا ثانيه منه، علشان تعرفي تعملي الصينيه دي بمنتهى الجمال بنفس الطريقه دي. الوصفه سهله بسيطه جدا. بصوا ببتدي ان انا اقلب الدقيق مع الماده الدهنيه اللي انا حطيتها بالمنظر ده، تقليبه والتانية كده ما سيبهاش كتير، انا مش عايزه الدقيق بتاعي يتغير لونه. وهبتدي كمان ان انا اضيف معايا الحليب بالمنظر ده، كوبايه حليب، وهبتدي ان انا اقلب كله مع بعضه بالشكل ده. خدوا بالكم البشاميل بتاعي لسه على النار، يعني انا ما طفيتش عليه النار. حلوه جدا الطريقه دي، يعني مجرد ان انا بحط الحليب بتاعي بقلبه لحد ما يتشرب معايا الدقيق، وبعد كده اضيف تاني برضو الحليب بتاعنا. بصوا لحد لما يبتدي الخليط يبقى بالمنظر ده كريمي، والبشاميل بتاعي يبقى ممتاز. كده خلاص انا طفيت على البشاميل بتاعنا. ببتدي ان انا اخلطه كله مع بعضه بالشكل ده، وازود له كل وقت والتاني الحليب لحد لما يبتدي الحليب البشاميل بتاعي يبقى بالمنظر ده سائل بالشكل ده. تمام كده. هناخد بقى البشاميل بتاعنا وهنضيف عليه الملح، وهنضيف عليه كمان فلفل اسود، وهقلب المكونات كلها مع بعض، وكده البشاميل بتاعي بقى جاهز. يلا بقى نطبق بقى الصينيه كلها مع بعض بالشكل ده، وهتشوفوا النتيجه تبقى عامله ازاي، بس تابعوا الخطوات بالظبط. هبتدي بقى اخد القرنبيط بتاعنا بعد ما اتسلق وصفيته كويس بالمصفى. هبتدي ان انا اخده كده على البلانشه بتاعتي، وهبتدي ان انا اقطعه قطع. بصوا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده دلوقتي، انا لا عايزاها لا كبيره ولا صغيره، انا عايزاها تبقى وسط. بصوا بالمنظر ده، يعني ما الغيش شكل القرنبيطه بتاعتي او شكل الزهره بتاعتي، ما الغيهاش، اخليها يعني تبقى شكلها الى حد ما كويس. تمام كده خلاص. يلا هنزلها بقى في البوله دي. هنزل القرنبيط بعد ما قطعناه بالمنظر ده. خلاص كده هبتدي بقى ان انا اجيب البطاطس اللي احنا كنا سلقينها وهرسناها مع بعض، هبتدي انزلها على القرنبيط بتاعنا بالشكل ده. طبعا خدوا بالكم انا ما حطيتش لا ملح ولا توابل ولا اي حاجه، هضيفها دلوقتي حالا.
نضيف التوابل بتاعتنا الملح والفلفل الاسود وكده حلو جدا، مش عايزين فيها توابل اكتر من كده. كده بتبقى جميله جدا وممتازه. يلا بقى نقلب بقى من تحت لفوق بالشكل ده. انا ما هرسي كله مع بعضه، لا، انا اقلب بس مجرد تقليب، خلط بس المكونات كلها مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجيب القرنبيط واعمل ما بين البطاطس والقرنبيط زي ميكس كده، ادخلهم في بعض بس مش اكتر. شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يلا بقى نجيب الصينيه بتاعتي سريعا دلوقتي، وهبتدي بقى نطبق الصينيه بتاعتنا الجميله دي وتشوف الخلطه هتبقى عامله ازاي. نجهز الصينيه بتاعتنا وابتدي ان انا اضيف فيها كام معلقه كده من البشاميل بتاعنا، علشان بس اعمل قاعده للصينيه بتاعتنا بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا اوزع البشاميل كويس جدا للجوانب وللقاعده بتاعت الصينيه. المهم ان انا ما اسيبش فيها ولا قطعه مش واصل فيها البشاميل. البشاميل طبقه خفيفه، ما تكونش طبقه سميكه، بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بصوا كده بوزع كله على الجوانب زي ما اكون بعمل بالظبط مكرونه بشاميل مثلا. كده بالظبط، يعني قريبه قوي ليها. تمام. اخد بقى كده البطاطس قطع قطع، وهبتدي انزل على الصينيه بالشكل ده. انا طبعا ما حطيتهاش كلها مره واحده، لان لو حطيتها هبتدي ان انا ازق معاه البشاميل، او البشاميل هيتحرك من مكانه. انا مش عايزه البشاميل يتحرك من مكانه قوي، فعشان كده انا ببتدي اضيف قطعه قطعه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هبتدي ان انا اضغط عليه. انتوا بقى لو حابين مع البطاطس والقرنبيط، حابين تحطوا مثلا جبنه شيدر ولا اي حاجه، برضو هتديها طعم جميل قوي. بس انا حبيت ان انا اخليها حاجه كده في البسيط، حاجه سهله، ان مجرد الفكره بس توصل لكم. بصوا هبتدي بقى ان انا اساوي السطح بتاعها بالمنظر ده، وانزل الجوانب كده علشان تبقى كلها تاخد سطح واحد. اول ما انزل عليها البشاميل تبقى كلها متساويه. يلا انزل بقى عليها بالبشاميل الجميل ده، صوص البشاميل، وتبقى احلى صينيه في الدنيا دي كلها. بصوا صينيه تحفه تحفه تحفه، يعني حاجه كده جميله جدا. واكون في الوقت ده طبعا مسخنه الفرن بتاعتي 180 درجه. احطها في الرف الوسط واسيبها كده شويه. اول ما تبتدي ان هي تستوي معايا، طبعا هي كلها مستويه كل حاجه، بس القاعده بتاعتي ان هي بس تبتدي البشاميل ياخد لون. بعد كده هبتدي ان انا اشغل الشوايه عليها من فوق، لو هي ما خدتش لون من السطح اشغل عليها الشوايه لحد لما تاخد اللون الذهبي، وتطلع بالجمال والطعام اللي انتوا شايفينه ده. بصوا عامله ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. الصينيه طلعت تحفه تحفه فوق ما تتخيلوا، وحجم الصينيه ما شاء الله كبير مش صغير. ابتدي بقى ان انا اقطعها. انا استعجلت عليها بصراحه، الصينيه طبعا لسه سخنه شويه، بس كنت عايزه اوريها لكم وهي سخنه. بصوا عامله ازاي، ما شاء الله حلوه جدا. انا كنت عايزه ان انا اسيبها تبرد شويه، بس حبيت ان انا اوريها لكم وهي سخنه كده وتشوفوا عامله ازاي. بصوا ما شاء الله، الصينيه دي تتاكل اكل في قعده واحده. رشيت عليها حبة كده من البقدونس الأخضر، وشوفوا بقى الطعامة. أتمنى إن انتوا تجربوها، والله ما هتسيبوها أبدا. الصينية دي جميلة جميلة. الناس اللي بتحب القرنبيط، أو الناس اللي هي ممكن تكون ما بتحبش القرنبيط، نعمل تداخل كده بين البطاطس والقرنبيط مع بعض، هتحس الطعم جميل جدا. وفي نفس الوقت تكون انت غيرتي كمان موضوع القرنبيط، التحمير، الحاجات دي نغيرها شوية. ما شاء الله. أنا سبتها بقى الصينية على جنب، وحبيت إن أنا أكمل القطعة دي.